حبايبي حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة مش بروتين، جيت لكم بخروجة وفلوج كده مع العيلة. حبيت ان احنا بقى نشم نفسنا كده شوية ونخرج ونغير جو. فقلنا بقى ايه، خروجة اخر الليل دي بتبقى تحفة تحفة. فانا خرجت يا بنات مع عائلة محمد. كانت بصراحة الخروجة جميلة جدا وانا استمتعت بيها. فتابعوا بقى معايا الفيديو علشان خاطر الفيديو كله حاجات حلوة وهتحبوه جدا. حبينا بقى كده نروح نجيب حاجات بقى حلوة. اشترينا طبعا كل اللي احنا عايزينه علشان احنا هنروح ممشى مصر يا بنات. فالحاجة هناك مش متوفرة، يعني مفيش يعني سوبر ماركت او حاجة ان انت تقدري ان انت تجيبي منها. فجبنا بقى مية وجبنا شيبسي وجبنا كمان كشري وجبنا بسكوتات وجبنا كيكة بس. وبعد كده ركبنا العربية واتجهنا للرحلة بتاعتنا. بعد كده نزلنا من العربية واتمشينا شوية حلوين. كان المكان بصراحة يا بنات زحمة قوي، يعني علشان خاطر بقى خلاص كده المدارس داخلة، فكله كان عايز يروح يغير جو قبل المدارس. فاحنا برضو حبينا ان احنا ايه ندلع العيال كده شوية ونخليهم خلاص بقى احنا هندخل مدارس. فقعدنا طبعا قدام اركيديا كده، المول بتاع اركيديا، فقعدنا كده قدامه. بتبقى عاملين قعدات كده وبيبقى تحت برضو التمشية، بس فوق احنا حبينا ان احنا نقعد فوق علشان خاطر بيبقى فيه عجل وبيبقى فيه عربيات تأجريها وتلعبي بيها. فالعيال كانوا حابين ان هم يفضلوا قاعدين فوق كده علشان خاطر ايه يأجروا عجل ويلعبوا براحتهم. بس طبعا هنا بقى كان جعانين وحبينا بقى ان احنا ناكل الكشري. كنا جايبين اكياس. احنا بنستمتع قوي بالكياس اكتر من العلب. يعني انا بحس بصراحة ان انا ايه رجعت حبة كده حلوين لورا بسبب الكياس دي. بفتكر كده ايام زمان لما كنت بجيب الكياس وانا ايه خارجة من المدرسة وباكلها وانا ماشية. بس فطبعا ايه يعني كانت اختي محمد كانت بتعمل الكياس كده، وجربنا الثلاث اكياس برضو بتاع الشيبسي كرانش الجديد. واكتر طعم يا بنات انا حبيته وبرضو يعني على حسب الاذواق الكبده الاسكندراني، بجد يعني طعمه لذيذ قوي وحلو. وبعد كده طبعا جبنا عجل وانا اللي بركب العجله دي يعني شغل اطفال قوي، بس بجد استمتعت قوي باليوم. كنت بقالي كتير قوي ما ركبتش عجل، فخدت كده لفتين بالعجله. وبرضو اختي جوزي برضو ركبت عجلة كده صغنونة. وبعد كده استمتعنا برضو باليوم. زي ما انا بقولكم ممكن حاجات بسيطة، بس انتي حابة يعني المكان، حابة الناس اللي موجودة، حابة العيلة بتاعتك، فهتلاقي ان الخروجه احسن بكتير، احسن من ان انت تروحي مكان ناس مثلا انت مش حابه ان انت تخرجي معاهم. انت مش حابه ان انت تقعدي في المكان ده علشان انت متضايقه. فبتفرق بقى يا بنات الخروجه، يعني انت لو مش حابه المكان زي ما انا قلتلك مش هتبقي عايزه تكملي الخروجه بتاعتك. بس هنا طبعا كانوا مأجرين عجله كده اسمها حنطور، فركبت سيليا كده من ورا وقعدنا طبعا ماسكينها. وكانت هي بصراحة حابة قوي الخروجة وكانت مستمتعة. يعني في الوقت ده كانت سيليا مشغلين اغاني وكده، قعدت ترقص وقعدت تسقف كده وكانت حابة الجو قوي. هو الجو بصراحة يا بنات يعني يشد ان انتي تقعدي. احنا رحنا الساعة 11 ماشيين الساعة 3 من هناك. كنا مش حابين ان احنا نمشي بس بسبب العيال وكده، كانوا خلاص فرهدوا وتعبوا، فقلنا بقى خلاص نمشي يعني. واعذروني يا بنات لو انتوا سامعين اصوات، طبعا علشان خاطر انا عندي حماتي النهارده وبسجل لكم الفيديو علشان انزل لكم الفيديو. الفيديو كان يوم الجمعه واحنا النهارده السبت، فان شاء الله هينزل لكم برضو السبت. وبس بعد كده اجرنا اللي هو بتاع السكوت ده او سكوت، انا مش عارفه اسمه قوي، بس هو يعني بجد بجد مضحك اكتر. بصوا حاجه يعني بجد
انتي طبعا مش بتبقي عارفة ان انتي تتملكي نفسك او مش عارفة تقفي، فبياخدك وعلى طول فاهمين يقع. فكمية الضحك كنا بصوا مش قادرين يعني. بس وبعد كده جبنا بلالين بقى للعيال، وكان خلاص الفلوج بتاعنا خلص لحد هنا. روحنا ركبنا توك توك وروحنا. بس كده يا بنات، اشوفكم في فيديوهات تانية وروتينات حلوة زيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.